العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أيها المسلمان فهمنا الله واجعلنا ما آت وعلمنا وبعد. ما زلنا مع سيدي عبد الله الحداد الشافعي السني رضي الله عنه وعلى الله وبركاته وعلوم في الدارين في كتابه نفيس الأصول العلمية والأصول الحكمية. وصلنا إلى الفصل الخامس. قال الشيخ رحمه الله: لا ينبغي للتقي العاقل في هذا الزمان أن يكثر من مراقبة الناس ومضاراتهم. يعني شرع الشيخ بعد أن تكلم عن ما يلزم المريد من الإقصار طريق الله، وأن يعزم عزما أكيدا للوصول إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: لا ينبغي للتقي العاقل في هذا الزمان أن يكثر من مراقبة الناس ومضاراتهم، أي أنه لا يلتفت إلى الناس وإنما يلتفت إلى رب الناس. لا يراقب الناس ولكن يراقب رب الناس. لا يهمه إن مدحوه أو ذموه. كما المثل على الدارجة عن الذي تبع إلى من الناس يعشق الناس. كلكم تعرفون قصة سيدنا لقمان عليه السلام مع ابنه لما ركب الدابة كلاهما. قال الناس: سبحان الله، انظروا لا يشفقان على الدابة. فلما نزل الابن وترك الأب قال: سبحان الله، هذا أب لا يرحم ابنه. فلما نزل الأب وركب الابن قالوا: سبحان الله، أب كبير يمشي والابن على الدابة. فلما تركاها قالوا: هذان أحمقان، ترك الدابة ولم يركباها. يعني مهما فعل فإدراكه أو رضا الناس غاية لا تطبق. رضا الناس غاية لا تطبق. لابد على الإنسان أن يرسم الهدف ويذهب إلى الهدف مهما كانت الطرق. قال الشيخ: وترك بعض الأمور التي يرى فيها صلاحا لقلبه أو راحة لنفسه وأنسا لخاطره من أجله. فأيضا في الإنسان بعض المسائل من أجل الناس. فقد صارت مراقبة الناس ومحاضرته في هذا الزمان تعبا مجردا ليس تحته فائدة. لاشتغال الناس بنفوسهم واستغراق بواطنهم وظواهرهم بأمور دنياهم، خاصة في الزمان والعياذ بالله الذي غلب الشرع على الخير. إذا كان الشيخ عبد الله الحداد في وقته أين كانت المدارس وكان شيوخ التربية وكان الذاكرون وكان العلماء وكان طلبة العلم يقول هذا الكلام، فما بالك في هذا الزمان أصبح الشغل الشاغل للناس في الدنيا فقط، لا يتحدثون إلا على الدنيا. انظر إلى المجالس، الأعراس، حتى المآتم. قد تجد أنك تدفن ميتا وهم يتكلمون عن المشاريع الدنيوية، فلان صعد فلان كذا، فلان عنده مشروع وهكذا. الدنيا والعياذ بالله يعني استحوذت عليهم لاشتغال الناس بنفوسهم واستغراق بواطنهم وظواهرهم في امور دنياهم، وعدم التمييز بين الامور فيهم عموما كما يعرف ذلك من تامله ادنى التامل. وقد كانت مراقبه الناس ومحاضراتهم بما لا يستحسنه ابو العزائم والهمم. يلتفت الى الناس من ربي سبحانه وتعالى. إذا كان يرضي ربي خلاص هذا بركة. وقد كانت مراقبة الناس ومحاضرتهم بلا يستحسن أربابهم والعزائم والهمم. وما أحسن ما قال بعض الشعراء أو الصالحين: من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة الجسور. من راقب الناس ما تغمن، خايف. قالوا فيه أم خرجوا في اليوتيوب، أم خرجوا في الفيسبوك، خرجوا في الانترنت، خرجوا عليك موقع، خرجوا عليك بيان، خرجوا عليك كذا، أم أصحاب الحومة، أم خرجوك، أم خرجوا في الملة، أم خرجوا أهل السنة، أم خرجوا أهل السنة، أم خرجوك، وهكذا. والعياذ بالله. من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة الجسور الجريء الذي يبينها. نعم، كما تبين نفسك، توضح نفسك، بين منطقتك أن تكون. وكانت في مراقبتهم بعض فائدة في الأزمنة السابقة
الأزمنة السابقة نعم كان هناك مصلحة من مراقبة الناس ومداراتهم وربما النزول إلى بعض آرائهم، حيث كان الناس يميزون بين الأمور وكان فيهم تفرغ للنظر في أحوال غيرهم، وقد ذهب ذلك واضمحل بسبب ما ذكرناه من الاستغراق فقد التميز. والقصد أن العاقل التقي لا ينبغي أن يعول إلا على طلب مرضاة ربه وما فيه نجاة نفسه وفلاحها في الدار الآخرة، وعلى ما فيه راحة قلبه وأنس نفسه بغير إثم ولا دناءة، ولا يراقب في ذلك أحدا من الناس البتة، فإن الناس قد شغلوا بأنفسهم. الذي قال بعض الصالحين الإنسان لا يصل إلى مرحلة أنه يصبح يعني الأنوار تعتريه إلا إذا استوى عنده التراب في الكبر ويستوي عنده المدح والذم. يجي واحد يقول له في كذا وفي كذا وفي كذا، ويجي واحد يقول له في ولي الله يستوي عنده، هذا ما يقدر. ويستوي عندك التراب والكبر والذهب، لو واحد جاب لك كيلو ذهب وواحد كيلو تراب يستوي عنده. إذا بلغنا الدرجة أنه يريد بنا نحتاج إلى أن نصل إلى هذه الدرجة التي بها الناس نستنير إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الشيخ ولا يراقب ذلك أحد من الناس البتة، فإن الناس قد شغلوا بأنفسهم، فليشتغل هو بنفسه ما كما قال أحد الجلسات لو كان في الذنوب رائحة لما وسعكم هذا الذنوب، فالذنوب هذه عنها رائحة ما قلت عنكم جزء لا أقول نعم. قال فليشتغل هو بنفسه بما يصلحه ويهمه في دنياه وآخرته، فتأمل ذلك راشدا والله يتولى السداد. الله نسأل السداد والرشاد في البلاد والعباد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعالى. اللهم اغفر لنا برحمتك ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ بنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وقضيتها برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.